السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم وكل تحياتي لكم. سعر الدولار اليوم الاثنين 13 فبراير 2023 في البنوك والسوق السوداء. في البداية أرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وعمل لايك للفيديو ليصلكم كل جديد من حديث المدينة. ارتفع الدولار اليوم في نهاية التعاملات الختامية ليوم الأحد، وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي 30 جنيه 53 قرش للشراء، 30 جنيه 58 قرش للبيع. سجل البنك المركزي المصري وكريدي أجريكول وبنك بالوم وميد بنك وبنك قناة السويس والمصرف المتحد وبنك المشرق والبنك الكويت الوطني والبنك المصري لتنمية الصادرات وبنك الاستثمار العربي والبنك التجاري الدولي CIB وبنك الإمارات دبي والمصرف العربي الدولي والبنك الأهلي المتحد وبنك فيصل الإسلامي وبنك HSBC وبنك قطر الوطني. سجلوا 30 جنيه 48 قرش للشراء، 30 جنيه و58 قرش للبيع. وسجل كل من بنك أبو ظبي التجاري وبنك الإسكندرية 30 جنيه 45 قرش للشراء، 30 جنيه 55 قرش للبيع. بنك مصر والبنك الأهلي المتحد سجلوا 30 جنيه 38 قرش للشراء، 30 جنيه و48 قرش للبيع. وأخيرا بنك التنمية الصناعية سجل 29 جنيه 69 قرش للشراء، 29 جنيه 79 قرش للبيع. أما عن أسعار الدولار في السوق السوداء فهي 32 جنيه في بعض المحافظات وحسب الكميات المطروحة. وفي النهاية لكم مني كل التحية. دمتم في رعاية الله، مع أجمل وأرق تحياتي لكم، والسلام عليكم.